يعني دلوقتي كلمة موازي طبعا بتثير يعني التباس عند كتير من الناس، يقولوا الله هو ده هيبقى بقى مجلس شعب كأنه لا يعترف بشرعية المجلس الثاني، ولا ده مجلس هيبتدي يتعامل على انه هو كان المفروض انه دول اللي الحقيقة اللي يمثلوا الثورة بدل البرلمان اللي اتعمل. ايه فكرة تسميته بموازي وانت راجل محامي فاكيد عندك اجابة حاضرة. كويس حضرتك انك فتحت الموضوع، لان هو برلمان، كلمة برلمان اتخذت عند الكثير من البعض انه ايه الموازي. احنا لا، بالعكس، احنا كنا هنطلق عليه البرلمان الثوري، حاليا لا، المجلس الثوري عشان ما تتقالش عليه كلمه موازي. ده المجلس الثوري ده عباره عن تكتلات وحركات ومستقلين من ثوار ميادين مصر. الغرض منه اللي هو في الاول اللي هو احنا للاسف يمكن نجيبها لك من البدايه، الثوره اخطات مرتين، اخطات يوم ما تركت الميدان، والخطا الثاني انها قسمت على انفسها. الكلام ده كله عمل بلا كتير في حاجات مختلفه. اين الثوار من اصدار القرارات، واين الثوار من الوضع الحالي، اين الثوار من الحكومات وصنع القرار. فاحنا يمكن قال الاستاذ شريف شغالين من شهر 3 وقبل كده على تجميع الكيانات دي. مش عايزين نعمل برلمان موازي بس، احنا عايزين نعمل مجلس ثوري يشكل راي الثوره واين الثوار من اصدار القرارات. البرلمان ده مهمته انه فين الشباب او الناس الثوريين بصفه عامه من اصدار القرارات الحاليه. النقطة الثانية عمل رقابي وليس موازي. احنا مش عايزين نشتغل موازيين لبرلمان موجود بالفعل، لا، احنا لينا دور ومهم وفعال. لازم احنا نبض الشارع. يعني احنا البرلمان ده او المجلس ده بتاعنا ان شاء الله هيبقى نسيج مجتمعي مكون من فيه القاصي والداني، عبارة عن مكون من ناس من جميع المحافظات، ال 27 محافظة، الناس اللي نزلت الميادين اللي ليها نشاط فعلي وملحوظ في الشارع ايام ما بعد الثورة، ما بعد ثورة 25 يناير. وفي ضوابط وقوانين بتحكم الكيان ده وبتحكم كيفية العضوية فيه او الدخول في المجلس. جميل. لكن في إشارة من الأستاذ شريف بأنه إحنا عايزين نخليها سلمية، والمعنى أنه قد حدث من الأحداث ما جعل البعض يصورها على أنها أصبحت غير سلمية. طبعا بتتداعى قدام الناس أحداث كتيرة نظرا للصدامات ما بين طرف بعض شباب الثورة وطرف العسكري، نتج عنها ضحايا، نذكر مزبير ومحمد محمود وأخيرا القصر العيني ومجلس الوزراء. هل هو ده ما يعني أنه تم توريط الشباب في صدامات أو إيه حكاية العودة لسلمية؟ هل حسيتوا بالفعل أن تم تجريفها من سلمية إلى أن تصبح غير سلمية؟ ده حضرتك هو ده للأسف يعني مش تم تجريفها، هو فكر بس يسوق لدى البعض أنه هتحول إلى إيه ثورة دامية أو ما خلاف ذلك أو خلاف ذلك. كلام الأستاذ شريف يقصد أنه احنا هنعود لأخلاق الميدان، أخلاق ال 18 يوم، أن احنا مع بعض تكتل واحد لينا هدف سامي اللي هو تحويل أو نقل الكرسي من العسكر للمدنيين. دي هدف واحد لا قابل للتجزئة أو النقاش أو التفاوض. آلياته كتيرة، آلياته أن احنا نعمل مجلس رئاسي مدني، حكومة إنقاذ، نطالب برئيس للجمهورية في وقت قريب، آلياته يبقى بآليات متتابعة لحد تسليم السلطة تسليم آمن. أما حتة أنه نقل الفكر، ترويج الفكر الغير سلمي للثورة، ده فكر مجرد لم يرتقي لحيز التنفيذ، وان شاء الله مش هيحصل. بالعكس احنا سلميين لابعد الحدود، وثورتنا ثوره بيضاء ان شاء الله. جميل. بيقول دلوقتي الاستاذ محمود بانه احنا كانت غلطه اولى ان سيبنا ميدان التحرير. ما معنى البقاء في ميدان